كلنا انبهرنا لما شفناه خذ خطوة يسار وثبت ووقف في مكانه، ما ارتمى. طيب تعال حللها شويتين، ليش ما ارتمى؟ ما ارتمى لأنه عنده معلومة مسبقة أكيد وهو متوقع، أو سيناريو المباراة شاف ذا اللاعب يسدد في ذا الزاوية، بس أكيد إنه الجهاز الفني معطينا إحصائيات كل لاعب، فهو يعرف إن ذا اللاعب في الأغلب بيشوت في الجهة اليسرى بالنسبة لي، يمنى بالنسبة له. لو إنه مثل أي حارس بيكون مرتكز في مكانه، وقبل لحظة التسديد يحاول يرتمي. ياسين بونو في لحظة التسديد أخذ خطوتين يسار ووقف مكانه. ليش؟ لأنه يتوقع أنه بيسددها في مكان مرتفع فوق، يعني بيسددها على فوق، رايحة على فوق، ما هي على تحت. فلو أنه بيرتمي فإنه يتوقعها في الأرض، بس لأنه متوقعها فوق وقف. تصدي أجزم ما في أحد منا قد شاف مثله، مو بشاف يعني شيء يشابه، لا ما قد شاف مثل ذا النوع من الأسلوب، إنه موقف وهادي وثابت إلى جهة التسديدة وتصدى لها واستمر بهذا الهدوء. طيب ليش هو سوى كذا؟ ليش هو توقع هذا التوقع وخاطر المخاطرة؟ لو سددها عكسه نقول يا أخي ليش حسبه، بس هو ذهنيا أقوى من كل الموجودين، ذهنيا حاضر أكثر من كل الموجودين، متذكر المعلومة، متصور الموقف، فما أخذ ذا المغامرة. فلأنه ما أخذ ذا المغامرة وما أخذ خطوة يسار كان أقرب للكرة وكانت له سهلة، قاريها مثل ما كان متوقعها، صار اللي هو كان متخيله، فكانت له بالنسبة له سهلة جدا. لو ما كان ياسين بونو حارس ذكي وشخص واثق وهادي مستحيل ياخذ الخطوة، مستحيل، لأنها يمكن تطلع بشكل غبي، بس لأنه هادي واثق وغامر برضو طلع بهذا الشكل الأسطوري. وحارس في تاريخ العرب ما فيها طقة عصا، أفضل حارس أفريقي ما فيها أدنى نقاش، أحد أفضل حراس العالم بلا أدنى شك. والغريب مو بغريب، المبهر جدا في مسيرته ان كل المنعطفات اللي هو اختبر فيها شيء عالي. في نصف نهائي او نهائي افريقيا ياخذ حارس افريقيا، مونديالات عالم مع منتخب، مع هلال، مع اشبيليه، نهائيات اوروبيه، مستوى